بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نهاركم زين، نهاركم طيب مشتركاتي الغاليات، إن شاء الله يلقاكم الفيديو تاع اليوم في أحسن أحوالكم. اليوم جبت لكم طريقتي كيفاه نحتفظ بالقارص. رمضان إن شاء الله ربي يدخلو علينا بالصحة والهنا، وكل وحدة وطريقتها. أنايا نغسل بعد ما نغسل القارص تاعي مليح مليح من التراب هذاك اللي فيه، وتاني النقاط هادوك اللي فيه الكحل. نبشرو كيما راكم تشوفوا، ما نوصلوش للقشرة هاذيك البيضة باه ما ديرلناش المرورية. المبشور كيما راكم تشوفوا نجمدو، نستعملوه كيما عم بالكم للحلويات الجافة، الكروكي، المحقن، الكيكات، البسبوسة. والقارص هذاك اللي يتبقى لي تشوفوا درك طريقتي كيفاه نخدمه. عندي الطريقة الأولى، نعصر القارص تاعي كيما راكم تشوفوا. هنايا ما نديروش مركز، نديرو هكذا، هذه هي الطريقة تاعي المعتادة. بعدها نصفيوه من العظم هذاك اللي فيه، الفتافت هذوك تاني اللي فيه كيما راكم تشوفوا، باه نتحصلوا على العصير هذاك يجينا صافي. وكيما تعرفوا تاني العظم يطلق المرورية. أنا الطريقة تاعي الأولى كيما درك تشوفوها، نحطو في لي غوبلي، نعمرهم نحطهم في الكونجيلاتور. كي يجمدوا لي نعاود نحيهم ونحطهم في لي ساشي. وكي نحب ندير العصاير تاعي نجبدهم ونزيد السكر حسب الرغبة. والكمية أخرى تاني نديرها شرائح كيما راكم تشوفوا، دي غونديل نحطها تاني في ساشي كيما راكم تشوفوا، ونجمدوها. وكي يجمدوا نعاودو نجبدوهم باه ما يلصقولناش، ونزيدو نعاودو نستفوهم في بورطمونجي ولا في ساشي تاني. هادو تاني نحتاجوهم لتزيين الطواجن تاني تحطوهم في العسل. نستغلو القارص مادامو اليامات هادو شوي رخيص. وهادو اللي عصرتهم تاني ما نرميهمش، نخبيهم. تسما تقدروا تخبيوهم تاني تغسلوا بهم الدجاج تاعكم. كيما راكم تشوفوا كاين تاني اللي يحكوا به النحاس تاعهم، عنده عدة استعمالات. أنا هذه هي الطريقة تاعي. نتمنى التدابير تاعي تاع اليوم تنال إعجابكم، وطريقتي في تخزين الليمون تاني تعجبكم. ما تنساوناش بلي جيم ولي كومونتير. نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.